الفلوس أونلاين بقت حاجة واقعية جدا دلوقتي. بس خليني أقولك الصراحة، الموضوع مش إنك تبقى مليونير في يوم وليلة. أول خطوة لازم تركز عليها هي إنك تكسب أول $1000 أونلاين. النهاردة هشرح لك 3 طرق سهلة للمبتدئين عشان تعمل كده، ومعاهم خطة واضحة تمشي عليها 30 يوم. بسرعة كده عن نفسي، أنا ما بدأتش أخد موضوع الفلوس أونلاين بجد غير وأنا عندي 27 سنة. دلوقتي عندي 28 وبعمل آلاف الدولارات كل شهر من كذا مصدر دخل. الموضوع ده اداني حرية، حرية في الوقت، حرية في المكان، وأمان مادي. ولو أنا قدرت أعمل كده، صدقني أنت كمان تقدر. ليه مهم يكون عندك أكتر من مصدر دخل؟ بص يا سيدي، لو اعتمادك كله على مرتب واحد، يبقى أنت حرفيا يوم سيء واحد كفيل يسيبك من غير أي فلوس. المصادر المتعددة بتحميك، والأهم إنها بتعلمك مهارات هتفضل معاك طول عمرك. ال3 حاجات اللي محتاجهم عشان تكسب أونلاين، محتاج واحدة من ال3 دول: الوقت، ساعات زيادة بعد شغلك، الفلوس، تستثمر أو تجيب بضاعة، المهارة، ودي أهم حاجة لأن الناس بتدفع عشان الحلول. الطريقة الأولى إعادة البيع. أول طريقة الريسيلينج أو إعادة البيع. أنا بدأت ببطاقات الكورة على إيباي، أشتري الرخيصة وأبيعها بسعر أعلى. بابا مثلا بيعمل كده مع أساس قديم، سهلة ومفيهاش مخاطرة كبيرة. خطة 30 يوما. افتح حسابا على إيباي أو أمازون، اشتري شوية حاجات صغيرة، اعرضها للبيع، وحاول تبيع حاجة واحدة على الأقل بمكسب خلال 30 يوما. لو فضلت ثابت، توصل ل$1000 بسهولة. خطة 30 يوم. اختار مجال بتحبه، نزل فيديو أو 2 كل أسبوع، ركز على العنوان، الصورة المصغرة، وإن الناس تكمل الفيديو. مع الاستمرار، أول فيديو يجيب مشاهدات عالية هيجي أسرع من ما تتخيل. الطريقة الثالثة الفريلانس، وأكتر طريقة مربحة. الفريلانس أو العمل الحر بمهاراتك. أنا مثلا أخدت نفس اللي بعمله في شغلي البرمجة وعرضته لعملاء أونلاين، وده لوحده بيجيب لي آلاف كل شهر. خطة 30 يوم. اكتب مهارتك والقيمة اللي بتقدمها، اعمل بورتفوليو بسيط، ابعت ل5 إلى 10 عملاء محتملين كل أسبوع. في آخر 30 يوما هدفك إنك تمسك أول عميل. بص، الطرق عشان تكسب أونلاين كتير، لكن السر بسيط. اختار طريقة واحدة التزم بيها 30 يوما وخد أول مكسب. أصعب دولار هتكسبه هو الأول، بعد كده كل حاجة بتسهل. فبلاش تأجيل، اختار طريقة، ابدأ النهاردة. أول $1000 ليك مستنيينك. كل اللي عليك إنك تمد إيدك وتاخدهم.